ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا بفرجكم دلوقتي على على حاجة، يعني معجزة والله العظيم معجزة. ما كنتش عندي علم بها خالص، غير ان انا مرة راح عند بتاع الفراخ بجيب فرختين من عنده. وبعدين لقيت واحدة بتقوله اديني كيلو رجلين. فانا استغربت ازاي يعني ايه كيلو رجلين دي؟ انا يعني الواحده ممكن تشتري اي حاجه في الفراخ، فاستغربت ازاي يعني كيلو رجلين يعني الرجلين اللي احنا بننضف الفرخه وبعد كده نقوم راميينها بتتباع بالكيلو. فبصراحه انا استغربت. فقال لها معلش، مفيش الرجلين خلصت، تعالي بكره. فالمهم هي مشت. فانا بسألها قبل ما تمشي، بقول لها انت بتعملي ايه بالرجلين؟ قالت لي ما احنا مش قادرين نجيب الكوارع غالية. الرجل بتاعت الجاموسة الكارع الواحد ب200 جنيه. وانا عندي روماتيزم في رجلي وعندي خشونة في جسمي. والدكتور قال لي الرجلين بتاعت الفراخ دي لما تطبخيها بتنزل في الشوربة جيلاتين كده، مادة جيلاتينية هتلاقيها نزلت في الشوربة. والمادة دي بتساعد على بناء الغضاريف، العمود الفقري، الغضاريف بتاعة الركب. بتساعد على بناء العظم، ليونة العظم. وبعدين يعني لقيتها كده بتشكر فيها، ادتني معلومات، يعني انا ما كنتش حطاها في دماغي يعني. فانا قلت له طب ما الواحد بقى ايه، كل ما يجي يجيب فراخ يقول ايه للراجل حط لنا الرجلين. ما احنا كلنا عندنا خشونة وكلنا عندنا يعني عظمنا وجعنا والصغير والكبير بيشتكي من الخشونة والركب والظهر والفقرات والحاجات دي. وعلى رأيها بتقولك الكوارع غالية جدا، وما عدناش عارفين ناكل كوارع ولا ناكل لحمة ولا أي حاجة. على طول بتيجي تاخد كيلو الرجلين، تطبخه وتشرب الشوربة وتحط عليها ليمون. تقولك لو أنا عندي برد، الليمون مع الشوربة بتاعت رجلين الفراخ دي بتشيل البرد اللي في الجسم. فانا الوقت وهو بيعمل لي الفراخ قلت له بص يا عم، حط لي الفراخ بتاعه الرجلين بتاعه الفراخ بتاعتي، حطها لي ما تاخدهاش، انا عايزاه. فقال لي حاضر ونضفها لي. وايه وقلت بقى ايه، بس انا ما طبختهاش مع الفراخ، انا سبتها بقى عشان اوريها لكم. وبعد كده زي ما بنطبخ الفراخ نطبخ الرجلين دي زيها بالظبط، كأنك بتحط فرخة كأنك بتطبخ فرخة بالظبط، يعني طبخها زي اللحمة وزي الفراخ بالظبط. فانا يا حبايب قلبي يعني بصراحة يعني قلت اجرب بقى معاكم ونشوف بقى يعني الموضوع ده ونشوف موضوع الخشونة اللي الناس بتتكلم عليها واحنا كلنا بنشتكي منها. وبصراحة ربنا جعل في كل حاجة شفاء للناس. يعني مش قادرة تجيبي الكوارع الغالية، مش قادرة تجيبي أي لحمة أو أي حاجة، ربنا خلقها في أبسط حاجة، في الفرخة الرجلين اللي كنا زمان بنرميها ما بنهتمش بيها، واحنا نضيفة زي الفل معاكوا هيا. المادة الجيلاتينية بتبقى محطوطة في الحتة ده هي كده، الحتة دي لما بتطبخ بتلاقي الحتة دي بقى طرية، بتاكليها كأنك بتاكلي حتة كوارع بالظبط. يعني شفت الحتة دي في طبخها بتقولك بتبقى عاملة زي الكوارع بالظبط، بتبقى طرية وناعمة. وبتبقى عاملة زي حتة الكوارع بالظبط. فياريت يا حبايبي يعني نجرب كده مع بعض، يعني نجيب الرجلين دي ونعملها، ما نتكسفش، احنا بنشتري، احنا بفلوسك راح تشتري وانت مش راح تطلبي حاجة كده. جبتي فراخ تاخدي الرجلين بتاعتها ما تسيبهاش،
وجربي. وان شاء الله في الايام البرد دي بتقولك تحط عليها ليمون، شوربة الفراخ تحط عليها ليمون وتشربيها، بتزيل البرد من الجسم وبتعرق الجسم وبتخلي الجسم يعني صحته كويسة. وبتقولك من يوم ما اكلت انا اللي بدأت اكل في الرجلين دي، وانا الركب عندي بدأت تلين، كانت الاول ناشفة وبتطرقع، الوقت الطرقعة ما عادتش. فاحنا ان شاء الله نجرب الموضوع ده يا حبايبي، و... ونجربه كلنا مع بعض. ويعني ايه، وابسط واسهل حاجة، وحاجة على قد ايدنا خالص. وتعمليها زي اي شوربة بتشربيها، اشربي شوربتها وحط عليها الليمون. وان شاء الله يا رب يعني يكون فيها الشفا كله يجي في الكوارع بتاعتنا دي، كوارع الغلابة بتاعتنا دي كوارع الغلابة، دي الكوارع اللي على قد الايد، دي الكوارع اللي مش هتروحي تدفعي فيها 100 ولا 200 جنيه. دي حاجة يعني أنا أول مرة أعرف إن كيلو الرجلين بيتباع ب20 وب15 جنيه. الرجلين اللي كانت بتترمى الكيلو ب20 وب15 جنيه. يعني كل حاجة في الفرخة عادت بفلوس، مفيش حاجة بتترمي من الفرخة، كل حاجة بتطلع منها عادت بفلوس. الأجنحة بفلوس، الرجلين بفلوس، الهياكل بفلوس، الكوارع بتاع الوراك بفلوس، كل حاجة الفرخة بتطلع من الفرخة بفلوس. فياريت بقى نستفيد من الرجلين دي، ونشوف ونجرب مع بعض كده الكوارع الغلابة بتاعتنا دي، ونشرب الشوربة بتاعتها. ويا رب يجي الشفا كده من عندك انت يا رب، والسبب يكون الرجلين البسيطة دي، الكوارع الغلابة ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونجرب بقى كلنا ايه الطريقة دي مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسونيش بقى اللايكات بتاعتكم الحلوة والاشتراك عندي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.